في الفيديو ده هقول لكم ازاي عملت الكارديجان ده بطريقة سهلة وبالتفاصيل. هيكون فيديو بطيء شوية زي ما طلبت. اول حاجة هكلمكم عنها هي الخيوط اللي هنعمل بيها. طبيعة الخيوط اللي احنا عارفينها زي الخيط والابرة عادي بتبقى خط. نوع الخيوط ده بيكون عبارة عن حلقات، يعني دواير كده زي غرز جاهزة ان احنا نعملها، فده بيخلينا مش محتاجين ابر وبس بنستخدم ايدينا. النوعين اللي انا جربتهم في الكارديجان ده هما اليز وبورتو، بس بصراحة بورتو ده ضعيف جدا، مش حلو، مش بافي فعلا ومليان كده. اليز احلى بكتير، بس البيج اللي انا كنت جايبه منها المره دي هي بتبيع حاجه اسمها ستوك، فمش اوريجينال او بيكون فيه عيوب بسيطه، فعشان كده بنجيبه بسعر اقل من الطبيعي في المحلات. بصراحه انا كان بالنسبه لي عادي، بس لو حد هيفتح مشروع او كده يحتاج يجيب خيط اوريجينال عشان العيوب دي بتبان في المنتج بشكل ما، فالاحسن تدوروا على مكان مفهوش ستوك. العيوب اللي بتظهر دي بتكون زي مثلا ان الحلقات تبقى افتح او اغمق من اللون الطبيعي للخيط، او مثلا ان الحلقات في واحدة منها مليانة جدا وواحدة تانية الشعيرات بتاعتها دي ضعيفة. يلا نبدأ. اول حاجة عملتها ان اول حلقة في الخيط بفتحها علشان تبقى مستقيمة كده. بدأت اعد 15 حلقة علشان ابدأ اول قطعة من الكارديجان. طريقة العد او طريقة ان احنا نظبط المقاس ممكن ان احنا نعد بالحلقات، وممكن ان احنا نقيس بمسطرة او مزورة زي كده ونحسب كام سنتي. وعشان اسهل على نفسي رسمت على ورقة اللي انا هعمله، ممكن تاخدوها سكرين شوت. وعشان نتأكد ان احنا مش هننسى العدد اللي احنا عديناه بنجيب ماركر، وده بيكون زي دبوس كده بيتباع في محلات الخيوط، وبنحطه عند اخر العدد. وممكن تحطوا اي توكة او اي حاجة عندكم تعلموا بيها. بعد كده جبت الخيط على الجنب الشمال عشان نبدأ بقى نعمل اول صف من الغرز. بنعمل ايه؟ بعد ما عدينا ال15، الغرزة اللي بعدها على طول بندخلها في الغرزة الأخيرة. والأوضح بجد إن انتوا تشوفوا بالنظر كده اللي أنا بعمله، لأن ممكن الكلام يبان صعب بس الخطوات نفسها سهلة جدا. وبكرر نفس الخطوة لحد آخر الصف، وممكن نقول لحد ما أخلص المنتج ده اللي أنا هعمله. لانه الخيوط البافي هي دي طريقتها، وبس ان احنا بندخل حلقة في حلقة لحد الاخر. باختلاف بقى القطع بنعمل ايه، زي مثلا السنة اللي فاتت عملت بطانية وايس كاب وشنطة وكده. كنت برضو منزلة طريقتهم نفس الفكرة، بس باختلاف الرسمة. زي اي حاجة للكروشيه بيبقى فيه زي ديزاين او طريقة بنمشي عليها، نفس الفكرة. بس الفكرة هنا ان دي الخطوة واحدة بنفضل نكررها على حسب الديزاين. الموضوع في البداية هتحسوا ان انتوا ايه البطء ده، لا الموضوع هياخد معايا وقت، وده فعلا اللي انا حسيته لما رجعت اعمل الكارديجان ده بعد السنة من لما عملت البطانية والحاجات الكتير دي. حسيت ايدي بطيئة شوية، بس في نص الكارديجان كده بنلاقي ايدينا تلقائي بقت اسرع، وفهمنا اكتر الخطوات، فبنلاقي ايدينا اسرع بكتير، فبيبان بعد كده قد ايه هو سهل. اليوم ده انا صحيت قلت انا هبدأ فيه وهخلصه النهارده، وفعلا بدأت فيه من اول ما صحيت. وطبعا كنت بريح في النص، يعني مش متواصل. بس ممكن لو خدنا العدد الساعات متواصل ممكن يبقى 5 ساعات او 6 ساعات، وده عشان انا كنت عايزة اعمل كده. لكن انتوا طبعا تقدروا تعملوه على كذا يوم وتاخدوا راحتكم الكافية علشان الموضوع ما يبقاش فيه ضغط عليكم. نيجي بقى هنا لاخر غرزة في الصف الاول. بعد ما بدخلها هعمل ايه بقى؟ هجيب الخيط من الشمال لليمين وهبدأ بتاني صف. هي نفس الخطوة هفضل أكررها لحد الآخر. من كتر ما هو سهل أنا بجد ممكن ما يكونش عندي كلام أقوله، بس هقول لكم الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوا. يعني مثلا دلوقتي من كتر ما هو الخيط مثلا لون واحد والحلقات لازقة في بعض قوي، فممكن ده يخلي فيه لخبطة وننسى حلقة. الحالة دي بقى انا بالنسبه لي بصراحه الحل اللي بالنسبه لي هو الافضل ان انا بفك الصف ده علشان ارجع ادخل الحلقه. بس اعتقد ان في طرق تانية الناس بتعملها عشان تدخل الحلقه اللي هي نسيوها. بس بالنسبه لي انا خلاص بقيت بعد كل صف ببص ها انا نسيت حاجه ولا لا، بعد كده اكمل. فخلوا بالكم من الحته دي كويس قوي علشان ما تزهقوش، وعلشان ما تحسوش ان اللي عملتوه هيتفك، فده بيبقى احساس وحش يعني. المهم كملت الصفوف دي لحد ما وصلت للصف ال22. بعد كده عملت واحد تاني بنفس المقاسات بالظبط، 15 في 22 صف، لان دول اهم قطعتين اللي قدام، يعني اللي قدام في الكارديجان. هوريكم صورة بالظبط. ولما نوصل لآخر صف هنكون عايزين نفصل الخيط أو نقص الخيط عن القطعة دي، فهنسيب حلقتين زيادة أو حلقة على حسب اللي تحبوه
علشان ده هيساعدنا بعد كده نقفل القطعة دي واحنا مطمنين ان هي مش هتفك خالص. والطريقة اللي ممكن نقطع بيها الخيط ان احنا نقصه بالمقص او ان احنا نشده. بصراحة انا كنت بستخدم ان انا اشده كده واقطع، بس ده خلاني اقصر على الخيط واقطع بزيادة، يعني مش بس افتح الحلقة، لا كنت بقطع الحلقة كلها. فده خلاني بعد كده استخدم المقص اغلب الوقت علشان ما بوظش الخيط. بعد ما نقص الخيط فكده القطعة دي اول قطعة تعتبر خلصت خالص وجاهزة ان احنا بقى نربطها بحاجة تانية. انا عملت نفس الفكرة مع القطعة التانية زي ما قلتلكوا، بس بوريكوا برضو خطوات وانا بعملها عشان عايزة اوريكوا حاجة مهمة جدا برضو بتحصل في وقت او بتيجي في خيال اي حد هيبدأ يجرب الخيط، ان هي ازاي لما الخيط البقرة الواحدة تخلص هبدأ ان انا اربط التانية فيها، او ازاي هدخل واحدة تانية من غير ما يبان شكلها وحش في المنتج اللي انا بعمله. عايزه اقول لكم ان دي بجد اسهل خطوه بقى، يعني الموضوع مش بالصعوبه خالص. دي كده اخر قطعه في الخيط. برضو بفتح الحلقه دي، طبعا انا قلت لكم ان انا بستخدم مقص، بس برضو بحس ان اسهل حاجه ان انا اشد وفي الاخر برجع اجيب المقص. المهم بعد ما بفتح الحلقه دي بجيب الخيط الجديد وبجيب اول حته فيه وبرضو بفتح اول حلقه فيها، وكده يبقى عندي قطعتين من الخيط جاهزين ان انا اربطهم في بعض. انا بربطهم 3 ربطات علشان يعني ابقى مطمنة قوي بصراحة. ممكن تربطوهم ربطتين بس، بس انا بحب اكد عليهم يعني. بربطهم 3 ربطات في بعض، بعد كده الزيادة دي بقصها، وبعد كده بكمل عادي جدا ولا اي حاجة بتبان ولا في اي تفاصيل للربط دي بتبان، لان طبيعة الخيط زي ما قلت لكم فيه شعيرات كده كتير بفي، فمش بيبان خالص. وبعد ما جهزت القطعتين اللي قدام زي ما وريتكم، دلوقتي هنبدأ في الظهر. الظهر بقى بيكون انا عاملاه على مقاس 35 واحدة في 22 صف برضو. فهبدأ برضو اعد ال35 حلقة، بعد كده احط الماركر زي ما اتفقنا ونعيد نفس الخطوات بالظبط، مفيش بجد اي حاجة مختلفة لحد الاخر، لحد بقى ما نبدأ ان احنا عايزين نربط الظهر بالقطعتين اللي قدام. وده لسه هوريكم طريقة. في حاجة بقى لاحظتها وعايزة اشاركها معاكم، ان انا لقيت ان انا وانا بصور الصبح لون الخيط ظاهر بلون، وفي الاخر وانا بوريكم الكارديجان عليا كان الخيط بلون تاني خالص، علشان بالليل طبعا بدأت بقى ان انا استخدم اضاءة تانية. فمش عارفة بصراحة ايه السبب، يعني بس هو لونه دلوقتي هو ده الحقيقي، يعني هو ده الواقعي اكتر، اللي هي مع اضاءة الشمس ممكن الاضاءة الصفراء او كده مغيرة في لونه شوية. انا استخدمت كام بكرة في الكارديجان ده اكتر سؤال سألتوني عليه. انا بصراحة جبت في الاول 7 بزيادة، علشان كنت خايفة بصراحة ان اللون يخلص في نص ما انا بعمل، عشان ده حصل لي قبل كده وما لقيتش نفس اللون. فقلت اجيب بزيادة المرة دي، مش عارفة هو يعني انا هحتاج قد ايه او هو هيحتاج قد ايه. فجبت 7، بس اللي انا فعلا استخدمته هم 5.5، فيعتبر ان انا احتاجت ان انا يكون معايا 6 علشان يطلع مظبوط. بعد كده لما وصلت لاخر صف اللي هو ال22 في الظهر، دي كده اخر غرزة، برضو هقص بنفس الشكل الخيط، بس برضو هسيب حلقتين زيادة علشان دي اللي هتخليني برضو اقفل الجزء ده من غير ما بقى قلقانة ان هو ممكن يفك. اهم بقى خطوة بعد كل اللي عملناه ده، احنا كده عملنا 3 قطع الظهر وقطعتين قدام. اهم خطوة ان احنا نربط كل ده ببعضه. فاول حاجة فردت القطعة بتاعة الظهر على وشها كده، بعد كده جبت القطعتين الصغيرين وحطيتهم على الاطراف بس على ظهرهم. بعد ما اتأكدت ان هما مفرودين مظبوط، هنبدأ بقى نوصلهم ببعض بالحلقة اللي في الظهر ندخلها في الحلقة القطعة التانية اللي هي اللي قدام بنفس الشكل بنفس الترتيب، واحنا كده كده ظابطين العدد. يعني احنا حاطين كل قطعة على كل طرف، وكل قطعة كان عرضها 15 حلقة، والعرض بتاع الظهر كله 35 حلقة. يعني كل جنب هياخد 15 وهيتبقى في النص 5 حلقات مش مربوطين بحاجة. ده اللي هيكون القطعة بتاعة الرقبة بتاعتنا. ممكن يكون التصوير شوية فيه زوم في أغلب الوقت، لأن بصراحة أنا كنت مصورة الفيديو ده يكون فيديو قصير، بس التصوير برضو نفع ان انا اطلع بيه منتج او فيديو طويل على اليوتيوب علشان تشوفوه بشكل اوضح. فاللقطات اللي انتوا هتلاقوها في زوم كتير هتلاقوا بعدها في خطوة اوضح ومن بعيد اكتر. بعد ما خلصت جزء ربطهم ببعض، لسه برضو في حلقات من فوق مش معمول بيها حاجة، فهمسك اول حلقة وادخلها في اللي جنبها، واللي هتطلع برضو هدخلها في اللي جنبها لحد الاخر. وبكده هيدي شكل زي شكل الضفيرة شوية، بس ده هيكون شكل التقفيل
الاخير للجزء ده. وفاكرين الخمس حلقات اللي في النص اللي قلنا هما مش مربوطين بحاجة؟ هنيجي هنا برضو وهنكمل معاهم شكل الضفيرة ده علشان يكون مظبوط. وكده ابقى ربطت اول 3 قطع عملتهم اللي هو الظهر والقطعتين اللي قدام، وبرضو هقفل اخر حلقة واربطها كويس اوي. نيجي بقى الاهم جزء وممكن يكون اصعب جزء وهو الكم، علشان بس في تفاصيل كتير على عكس العادي. اول حاجة هعد 12 حلقة من فوق ومن تحت علشان دول اللي هنشتغل عليهم، او ده هيبقى بداية عرض الكم. بعد ما عديت 12 حلقة من الصف اللي تحت بدأت أدخل فيه حلقات جديدة من الخيوط، علشان ده هيساعدنا ان احنا نعمل صفوف جديدة. عملت 3 صفوف بنفس العدد، 12 فوق و12 تحت، يعني تقريبا 24 حلقة. وعلشان نعمل شكل الكم الطبيعي مش معقول هيكون كله نفس الحجم، فبنبدأ نصغر حجمه، وده هقول لكم ازاي بنعمله. المهم ان انتوا برضو علشان ما تتلخبطوش حاولوا تحطوا ماركر في اول كل صف علشان يفكركم ببداية الصف. دي بقى طريقة ان احنا بنقلل بيها حلقات، بنمسك حلقتين وندخل فيهم حلقة واحدة، وكده نبقى احنا عملنا 2 في 1، فبدل ما كانوا 24 حلقة بقوا 23 حلقة، لان في 2 احنا دخلناهم مع بعض. وهكذا بنبدأ نقل 24 23 22 21 20 وهكذا لحد ما نوصل للصف اللي بيكون فيه 14 حلقة، وده بنكرره 8 مرات تاني. مجرد ما نوصل للصف الثامن ده يبقى خلاص خلصنا الكم. بجد انتوا لو مشيتوا على الخطوات زي ما بقولها كده ووقفتوا وتعملوا هتحسوا ان الموضوع سهل. لكن لو انتوا سمعتوا الفيديو كده بس والخيط مش قدامكم، مش بتمشوا خطوة خطوة، فعلا هتحسوا الموضوع صعب، لان انا نفسي كنت بحس ده. فحاولوا ان انتوا تجيبوا الخيط وتبدأوا بحاجة بسيطة علشان تفهموا طبيعة الخامة، وساعتها هتفهموا اي كلمة او اي حد بيتكلم عن الخيوط البافي هتفهموا اكتر ازاي بيعملها وقد ايه هي سهلة، وهتفهموا حتى المنتجات اللي شايفينها خلصانة هو ازاي عملها، لان انتوا فهمتوا طبيعة الخيط. وزي ما بنقفل اي جزء هنقفل برضو الكم، هنقص الزيادة، بعد كده هندخل كل حلقة في اللي جنبها لحد الاخر، واخر حلقة هنربطها في الحتة الزيادة دي كويس قوي ونقص الباقي. وده هيكون برضو تقفلنا للكم وتقفلنا لأي حتة أو أي فكرة أو أي قطعة للبافي. ده بيكون التقفيل الأحسن، أو هو دي الطريقة لغاية دلوقتي اللي أنا أعرف. وعملت الكم للجنب التاني بنفس الشكل بالظبط. بعد كده جبت الخيط وفتحت حلقات كتير قوي علشان الخيط يبقى خط كده، خيط عادي يعني، علشان هنعمله دلوقتي معاملة الخيط والإبرة فعلا، بس برضو من غير إبرة، عشان ده اللي هنقفل بيه آخر جزء في الكارديجان اللي هو ده. بإيدي هبدأ أدخل الخيط اللي احنا لسه فاتحينه ده في أول جزء أنا عايزة أوصله ببعضه، وهربطه ربطتين علشان بس نبقى بادئين بداية قوية. بادئين أو بادئين مش عارفة، بس المهم إن دي البداية. بعد كده في كل حلقة من اللي فوق واللي تحت هندخل الخيط ونشده، بعد كده ندخل على الحلقة اللي بعدها من فوق ومن تحت وندخلها ونشدها كويس قوي. بجد معاملة ان احنا بنخيط حاجة، بس بدل في وجود الإبرة احنا بنعمل ايدينا والخيط موجود وفتحناه زي ما وريتكم كده. وعملت الجنب التاني بنفس الطريقة بالظبط، وكده يكون شكله الأخير. بس أنا حبيت أزود شوية حاجات كده تحسسني ان هو تقفيله للأطراف كلها حلو. فبدأت أدخل حلقات من أول الجزء اللي قدام ده لحد الآخر، وأبدأ أدخلهم برضو كل واحدة في اللي جنبها زي ما عملنا قبل كده، علشان تديني شكل فينش أخير كده، شكله أحلى، شكله مظبوط، شكله كأنه جاهز، مش الخيوط مش واضح قوي تفاصيلها من بره. فحبيت اعمل الخطوة دي. انتوا ممكن ما تعملوهاش وممكن تعملوها لو انتوا حبيتوا الشكل الاخير اللي انا عملته. والتقفيل زي اي قطعة قفلناها قبل كده، بنيجي على اخر حلقة وصلنا ليها نربطها في الخيط الزيادة اللي احنا سايبينه من الاول ونقص الزيادة، وكده تبقى القطعة كلها خلصت. تقدروا تعملوا سكيب لاخر خطوة دي لو انتوا حسيتوا ان هو شكله مظبوط. نيجي بقى لاهم خطوة، عشان انا بجد كنت متحمسة ليها قوي ان انا اجربه عليا، وكنت مجهزة ان انا هلبس تحته ابيض عشان حسيت ده هيبينه اكتر. انا اخترت اللون البيج، وبصراحة حاسة ان هو اختيار كان حلو قوي مع الالوان الشتوي يعني. بس انا عايزه اكلمكم على نقطه تانية بقى، ان هو بيتدفي قوي قوي قوي. كنت قاعده كده بجربه فقلت بقى اجرب البس عليه حلق، فاخترت الحلق ده وكملت باقي الستايلينج معاكم في الريل على انستجرام، وابقوا روحوا شوفوه واعملوا لي فولو هناك يعني لو حبيت. وده شكله الاخير وبجد مبسوطه بيه، ولو عملتوا منه يا ريت تبعتولي.